السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا انا النهاردة عند بابايا، فقلت بقى ايه، افرجكم معايا على المنظر الحلو ده، منظر الخضرة. قلت اطلع فوق السطوح المنظر اجمل، بس يعني سليم طبعا كان عمال بيتشقى، فبصراحة انا خفت عليه، فقلت خلاص بقى نقف في البلكونة وخلاص. المهم، يمكن انا النهارده فاتحه عشان اكمل معاكم الفيديو بتاع قصه حجابي. ويمكن انا قلت لكم المره اللي فاتت انه انا هعمل لكم جزء تاني اكلمكم فيه عن مراحل تطور الحجاب بالنسبه لي يعني. ولكن حسيت ان الموضوع مش هيبقى فيه افادة اكتر زي ما هيكون انه فيه افادة لو اتكلمنا اكتر على بعض النقط اللي المفروض اننا ناخد بالنا منها لو كنا اب او ام او اخ او اخت او زوج، عشان نقنع اللي لينا بان هم يرتدوا الحجاب يعني. مبدئيا كده، بصوا موضوع الحجاب ده يا جماعة زي بالظبط موضوع الصلاة، انت كل اللي عليك النصح والارشاد. ويمكن انا ذكرت في الفيديو الاولاني انه يمكن ولادنا من وهم صغيرين، يعني لو انا عندي بنتي صغيرة من اول ما تعي على الدنيا وتعرف الصح من الغلط وكده، يعني مثلا من سن 3-4 سنين ابتدي ان انا بقى احببها في الحجاب واتكلم معاها على انه الحجاب قد ايه هو حاجة كويسة لينا احنا كبنات، لان احنا غاليين قوي، فما ينفعش الحاجة الغالية تبقى مكشوفة لأي حد يتفرج عليها بدون تمن. فهي دي يمكن يعني فكرة من ضمن الأفكار اللي ممكن إننا نقنع بيها بناتنا الصغيرين بأهمية الحجاب. النقطة التانية، يمكن لو واحدة بقى بتخاف على شكلها أو مش عارف إيه والكلام دوت، عايزة أقول لكم إنه في دراسات كتير أثبتت إنه تعرض الشعر للشمس لفترة طويلة يعني ده بيضعف الشعر وبيسبب له جفاف وتقصف وحاجات من هذا القبيل يعني. فتخيلوا اني بقى انتي كمسلمة مش محتاجة ان انتي بقى تجيبي كل الكريمات الترطيب والمعرفش ايه والحاجات دي كلها، بسبب ان انتي بتلبسي حجاب. الحجاب دوت المفروض ان هو يعني بيحيل ان الاشعة الشمس الضارة ان هي توصل لشعرك. طبعا انا ما بقولش اني عشان انا عارفة انه في ناس هتقول يا سلام، ما هو الشعر محتاج برضو ان هو يتعرض للشمس، ولكن طبعا احنا الشمس اللي هي بتبقى الضارة بالنسبة للناس كلها اللي هي من بعد الساعة 10 صباحا لغاية قبل المغرب. فدي يمكن الفترة اللي احنا بنبقى فيها برا، سواء كنا في دراستنا في جامعاتنا في اشغالنا، فلذلك اي واحدة بتبقى لابسة حجاب يعني بصوا هي يعني مأمنة نفسها الحمد لله. النقطة اللي بعد كده انه طبعا موتوسيكل معدي فمستنيه لما يعدي. النقطة اللي بعد كده يا جماعة، وهي انه في معلومة مؤخرا انا سمعتها، انه اي واحدة بتكون مرتدية الحجاب الشرعي وهي معلش يا جماعة بقى نرجع لمرجعنا علشان زي ما انتوا سمعتوا كده سليم كان محتاج ايه. المهم، في معلومة بقول لكم انا سمعتها مؤخرا. المعلومة دي كانت يعني حد داعية اسلامي انا شفته بيتكلم انه طول ما انتي لابسه الحجاب بره البيت، طبعا الحجاب الشرعي اللي هو لا يصف ولا يشف، واللي هو ما بيبقاش لابسين عليه بنطلون سكيني مثلا، المهم يعني فطول ما انتي بالحجاب بره فانتي بتعملي عباده يعني بصوا بقى مدتها على قد ما انتي بتكوني قاعده بره. فتخيلي ان انتي كل يوم عماله بتاخدي في حسنات قد كده من غير ما تبذلي اي مجهود. يعني لو حد قال لكم والله ده الحجاب بيحررنا، ده الحجاب مش عارف ايه، ده الحجاب ايه، فانتي عماله بتحصدي في كم من الحسنات ما شاء الله. يا سلام بقى لو كان لبسك
يعني لبس راقي كده والوانه حلوه وجميله وشياكه بالحجاب. فتخيلي انت كام واحده من بنات المسلمين ممكن تخليها تعجب بالشكل ده وتقتدي بيكي. فتخيلوا بقى، بصوا الموضوع يعني في كميه ايجابيات يعني رهيبه. كمان انه احنا ما بنقولش يا جماعة انه نغطي شعرنا وما نستمتعش بجماله، بالعكس يمكن احنا كستات يعني الجمال ده لعبتنا. احنا بنحب طول الوقت نظهر بشكل حلو ونستمتع بجمالنا. فانت عندك البيت، يعني انا يمكن برضو مرة سمعت والله هي اسمها مراح من بالي، بس الكلام بجد عجبني. هي مشهورة قوي، اللي هي الداعية اللي هي، انا اسفة والله انا بحبها قوي بس بجد اسمها دلوقتي راح من بالي. يعني كانت بتتكلم انه الامهات في البيت يا ريت لو يسمحوا ان بناتهم يعزموا صحباتهم ويخلوهم يحطوا ميك اب ويعملوا شعرهم ويلبسوا قدام بعض لبس كده، علشان دي غريزة عند كل بنت. فلازم كل بنت يعني تعملها او تحققها. فما تحرميش بنتك من ان هي في البيت طالما مثلا اخواتها الكبار مش موجودين او كده، ان هي تعزم اصحابها ويعملوا زي حفلة صغيرة، يحطوا ميك اب ويحطوا مانيكير ويعملوا شعرهم وكده، علشان خاطر يعني يشبعوا عندهم الرغبة في ان هم يظهروا جمالهم ومفاتنهم قدام ناس ما يكونوش هم ما ينفعش يشوفوا الحاجات دي. بس يمكن انا حسيت انه الكلام دوت اهم بكتير من ان انا اقول لكم مراحل تطور حجابي، لانه يمكن مش هيبقى مفيد قوي زي اعتقد يعني زي شوية الكلام اللي انا قلتهم. مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة، ومبسوطة اكتر ان انتوا تفاعلتوا مع البوست بتاع قصة حجابي. لو وصلتوا بس هنا لحد النهاية يا ريت يعني اللايك بقى والشير وكومنت لطيف منكم، عشان الموضوع ده يا جماعة بيفرق قوي يعني معانا في نشر الفيديوهات. يلا سلام عليكم.